لو حابين تاكلوا سناك صحي او بسكوت يكون صحي مفيهوش اي نوع من انواع الدقيق ولا مواد دهنية، وكمان مفيهوش سكر ولا حليب، يبقى لازم تجربوا وصفة النهاردة. هتتعمل ب3 مكونات بس، تطلع معاكوا احلى سناك صحي وكمان مفيد جدا. تاخدوها كده الصبح مع القهوة على الفطار او سناك في نص اليوم. قبل ما نبدأ في وصفتنا حابة افكركم، لو انتوا اول مرة تشوفوني انا اسمي جميلة خليل، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهاردة. تعالوا بقى نشوف مكونات البسكوت الصحي ده عبارة عن ايه. هي 3 مكونات زي ما انتوا شايفين. المكون الاساسي وهو السمسم الابيض، بحتاج كوباية من السمسم الابيض مش متحمص، ومعلقة كبيرة من العسل الابيض، وبيضة بحرارة الغرفة، وطبعا هنستخدم الفانيليا. جهزت البولة بضيف فيها البيضة وعليها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، أو ممكن معلقة صغيرة من القرفة لو بتحبوا طعم القرفة، وعليها كده معلقة كبيرة من العسل الأبيض. وبديل العسل الأبيض لو مش متاح عندكم ممكن نستخدم سكر ستيفيا، أو قطعة كده من الموز يكون مستوي، أو حبة تمر صغيرة. المهم أي حاجة تدينا مصدر تحلية. بقلبهم مع بعض ونتأكد إن العسل اختلط تماما مع البيض. أضيف بقى عندي كوباية السمسم، بضيف نص الكمية الأول وبقلب وبشوف هتحتاج تاني ولا لأ. بس المقدار بالظبط، تحتاج بالظبط كوباية من السمسم، لا أكتر ولا أقل. زي ما انتوا شايفين الخليط خفيف خالص، فهضيف نص التاني ونقلب. زي ما انتوا شايفين البسكوت ده ما بيبقاش متماسك قوي، بيبقى كده طري زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى للتشكيل. جهزت كده صينية بدهنها دهنة كويسة من الزيت عشان ما تلزقش مني، او نستخدم صواني تكون غير قابلة للصق. استخدمت انا عندي معلقة معيارية عشان كل البسكوت يطلع مقاس واحد. ودهنها دهنة خفيفة من الزيت عشان ما تلزقش معايا. بحط الكمية اللي انتوا شايفينها دي، وبظهر المعلقة ببدأ كده افردها. وبعد كده بطرف صبعي بتأكد ان هي كلها سطح واحد، ميبقاش في جنب اعلى من التاني، واحاول كده الم الاطراف شوية عشان ما تتحرقش مني. وبعمل نفس النظام لحد لما بخلص الكمية اللي عندي كلها. المقدار ده بيعمل لي حوالي 8 قطع من البسكوت زي ما انتوا شايفين. بتدخل بقى على فرن يكون ساخن مسبقا درجة حرارته 180. بفتح من تحت بس لحد لما تبدأ تلون معايا من تحت وفوق. ممكن نستخدم الشواية كده ثواني لحد لما بتلون. مدة التسوية من 10 ل 12 دقيقة. بطلعها، لازم اسيبها تبرد تماما، ما طلعهاش من الصينية عشان ممكن تتكسر مني وبتبقى طرية شوية. لما بنسيبها شوية في الهواء بتبدأ كده تشد معانا وتنشف. هي بتبقى مقرمشة من الحرف، ومن النص بتبقى فيها يعني سنة قطمة. لو انتوا حابينها تبقى مقرمشة بزيادة استخدموا بياض البيض بس، مش بيضة كاملة. بس انا حبيت احط البيضة كاملة عشان ناخد الفايدة كلها. زي ما انتوا شايفين عملنا بسكوت او سناك يكون صحي وب3 مكونات بس. وطبعا السمسم ليه فوائد كتيرة جدا ومغذية، جربوها وهتعجبكم ان شاء الله.